العوافي عليكم يا حبايبي. احنا دلوقتي في ايام رمضان، ورمضان بيحتاج حاجة حادقة تفتح نفسنا، مخلل، سلطة. طيب ما المخلل بقى الكيس غالي ب20 وب30 جنيه، وساعات بيبقى ب40 جنيه علبة المخلل. طب دي ايه هو المخلل ده؟ مفيش اسهل منه. شوية مية وملح وربع كوباية خل أو ربع كوباية ليمون، ولو عندك عود كرفس حطيه، ورقتين ورق غار، فصين ولا 3 توم، وحطي فيها بقى، قطعي جزر حطيه، فلفل حامي، بتاع ده خيار، ليمون مسلوق 3/4 سوا. ايه تاني؟ الكرنب اما تسلقوه العروش بتاعته، العروق بتاعته قطعوها وحطوها برضو، بتبقى في المخلل رهيبة وجميلة. كل ده تقدروا تعملوه، وحاجة ببلاش، وحاجة مش هتكلفكم. ممكن تعملوا برطمان مشكل قد كده، وما فيش اسبوع تاكلوا منه او 5 ايام، وهيبقى طعمه جميل جدا، ومش هيكلفكم لكل يوم تشتروا ب20 و30 جنيه مخلل. وكمان يا حبايبي، كلنا بنحب نعمل مهلبية قمر الدين، واللفة قمر الدين بقت غالية. دي لفة قمر الدين الحلوة بتبدأ من 45 لغاية 70 جنيه وانتوا طالعين. طب هنعمل ايه وعندنا عزومة وضيوف وعايزين نوجب معاهم؟ هناخد نص لفة قمر الدين نقطعها، وجزرتين نقطعهم عليهم ونسلقها، ونسلق القمر الدين على الجزر على النار لغاية لما الجزر يستوي. وبعد كده استنى يبرد واحطه في الخلاط، واحط عليه السكر، واحط عليه معلقتين نشا كبار، واضربهم، وارجع تاني احطهم في الحلة على نار متوسطة. بس ما لازم افضل اقلب فيها لغاية اما قمر الدين يستوي ويلف معايا ويبقى زي المهلبية. ولو عندي مشمشية هكون نقعاها شوية في قلب المية، انشلها من المية واحطها في قمر الدين، وهو على النار وانا بلفه، عشان كل كاس او كل طبق احط واحدة مشمشية فيه. وبعد كده ازوقه، عندي شوية جوز الهند وزبيب ازوق وشه. وحبيبتي اللفة اللي كنت هتعمليها مرة في العزومة هتعمليها مرتين، وهيطلع اجمل طعم مهلبية قمر الدين بالجزر. ويا حبيبتي هيبقى شكله جميل كمان، مش هيبقى بهتان، هيبقى شكله جميل حلو قوي كده، ومن ايديكي يبقى زي العسل. وكل سنة وانتوا طيبين.